بص يا غالي، النهارده ميعادنا مع رابع مشروع من افضل 10 مشاريع لموسم رمضان. ايه ده، 10 مشاريع؟ 10 مشاريع وهنشرحهم كلهم باذن الله، وفي كل مشروع هنجاوبك على اهم 4 اسئله انت محتاج تعرف اجابتهم، وهما: ازاي ابدا المشروع، اجيب بضاعه ومستلزمات المشروع من فين، ازاي اعرف ابيع المنتجات، وامتى ابدا المشروع وامتى اوقفه. طيب حد هيجي يسالني بما ان ده الجزء الرابع فين باقي السلسله؟ هقول لك من غير ما تلف وتتعب وانت بتدور عليهم في وسط الفيديوهات بتاعه القناه. ما تقلقش، انا ما يهونش عليا ان اتعبك. خد يا باشا القايمه دي، انا حاطط لك فيها كل فيديوهات السلسله. ما تنساش بقى تدعمنا بلايك عشان نقدر نكمل ونستمر، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك باقي فيديوهات السلسله لحد عندك وانت زي الباشا. وتعالى لي بقى عشان نبدا مشروع النهارده، وهو مشروع زينه رمضان. نعم بقى، عمال تقول لي مشاريع وبتاع وفي الاخر تقول لي زينه رمضان. هقول لك تابع انت بس معايا الحلقه واحده بواحده وركز كده في الكلام، واخر الحلقه لو ما عجبتكش او ما استفدتش ابقى اعمل يا عم اللي انت عايزه. المهم نروح لاول سؤال، وهو ازاي ابدا المشروع. عشان تبدا في المشروع ده لازم تكون عارف ان الزينه انواع، في منها الورق والبلاستيك والقماش، وكمان في منها احبال النور وستاره النور الشبكه. كل ده بيدخل تحت بند زينه رمضان. نروح بقى للسؤال الثاني، وهو اجيب بضاعه ومستلزمات المشروع من فين. هقول لك على كذا مكان، وهم شارع الخياميه، منطقه الموسكي، منطقه الربع. طبعا الكلام ده لسكان القاهره والجيزه، فلو حضرتك من سكان المحافظات الثانيه هتحاول تدور على اقرب تاجر جمله ليك في الموضوع ده. نروح للسؤال الثالث والاهم، وهو ابيع المنتجات او البضاعه دي ازاي وفين. هقول لك على 3 طرق، اولهم واشهرهم ودي اكتر طريقه ثابته معانا في اغلب مشاريع السلسله، وهي البيع اونلاين. ودي بالطريقه اللي تعجبك وعلى المنصه اللي انت تفضلها، سواء بقى تيك توك، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب او غيرهم من المنصات. وان كنت انا بفضل التيك توك، وده لان الانتشار فيه اسرع والوصول فيه للمستهلك اسهل من غيره كتير. تاني طريقه وهي الفرشه، ودي عباره عن انك هتشوف اقرب سوق ليك وتروح وتشوف لك مكان وتفرش بضاعتك وتعرضها وبيع يا معلم. وطبعا ده بالنهار. طب وبالليل هتشوف لك اكبر جامع في المنطقه، مع صلاه العشاء هتكون فارش وعارض كل بضاعتك جنب المسجد. ويا سلام لو يكون معاك باور بانك او بطاريه او اي حاجه عن طريقها هتعرف تشغل احبال النور اللي معاك، هتلفت الانتباه وتظبط لك شكل العرض. ثالث طريقه للبيع وهي انك تشتري كميه وتجيبها بسعر ممتاز، وتنزل تلف على المحلات والمكتبات وتبيع لهم انت بسعر كويس. وافتكر ان ده مش هيحصل غير لو انت عرفت تجيب البضاعه بسعر ممتاز زي ما قلت لك. طيب اعرف ان السعر كويس ازاي؟ هقول لك خد لك لفه على المكتبات واعرف اسعار الحاجه، ولما تروح تشتري خد لك لفه على التجار، بس تكون لفه كويسه وبتركيز، واسال على كل حاجه من ناحيه نظام البضاعه والاسعار. طيب نروح للسؤال الرابع، وهو امتى ابدا وامتى اوقف. هقول لك الحق ابدا من دلوقتي لان ده عز الموسم، وبخصوص انك توقف امتى فحاول تكون خلصت كل اللي معاك على 5 أو 10 رمضان بالكتير، لان بعد كده بيكون الموسم تقريبا خلص. طيب ما تنساش بقى تروح تتفرج على باقي المشاريع بتاعه رمضان من هنا، وبالمره ابقى ادعمنا بلايك واشتراك في القناه. سلام.